كيف تغير صوت فيديوهاتك داخل القناة وترفع عنهم حقوق الطبع والنشر إذا في حقوق طبع والنشر. مباشرة خلينا نبدأ. أول ما تدخل على قناتك على استوديو اليوتيوب. أول ما فتح لك مباشرة تنزل على فيديوهات، وتختار أي فيديو. إذا في مثلا أنت جايبه من سناب شات أو من انستغرام أو من فيسبوك أو من مكان آخر وتظن أو تشك فيه بأنه فيها حقوق طبع والنشر عن الصوت، كيف تغير هذه الصوت ويكون هذا فيديو ملكك، يعني بدون أي مخالفات. مثلا أنا أريد مثلا أختار أحد فيديوهات حتى أعدل عليه، بس خلي أشوف فيديو، إنه أريد أخلي فيديو ماشي. أنا أختار هذا الفيديو ماشي، نضغط على الفيديو نفس الشيء يطلع لك التفاصيل الفيديو كل ما هنالك. تنزل هون عن جهة الأيمن أداة التعديل، تضغط عليه أداة التعديل، يفتح لك نافذة الفيديو. تنزل تحت شايف هذا علامة الموسيقى الصوت ماشي. كل ما هنالك تضغط على الزايد هذا، يفتح لك أصوات، يعني هذني أصوات كلها مجانية من طرف اليوتيوب وما في عليها حقوق طبع والنشر. أي أحد يعني يستعملها يقدر يستعملها براحته بدون مشاكل وبدون أي شيء. مثلا هذا الموسيقى ولكن في صوتها شوية عالي، شايف مثلا، أو أي صوت أنت تريد تخليها على فيديو تبعك. مثلا أنا أضيف هذا الفيديو ماشي. أنا مثلا أضيف هذا الفيديو. شوف قيد المعالجة، خلينا نسكت بس لحظة، خلي المعالجة ونعمل ستوب عليه. ضوجنا، شايف يعني أول ما تضغط على هذا زايد، شايف هذني الترددات الصوت يظهر لك أول شيء. وثاني شيء أي موسيقى أنت تحبها، مثلا إذا تخلي الصوت على كل الفيديو بهذا الشكل. مثلا تخلي الصوت على الفيديو بهذا الشكل، تروح تكتم الصوت يعني بالصورة بأنه ما تطلع أي صوت. شوف بس تطلع صوت الموسيقى. احنا ما نريد يطلع صوت الموسيقى، نريد يطلع صوتنا ومع الموسيقى. كيف نعمل هذا الشيء ماشي؟ شايف هذه العلامة، هذه علامة الثلاث خطوط فقط. تضغط عليه، نزله على الصفر ماشي. قيد المعالجة حاليا يعالجها انه تظهر تطلع صوتك مع الموسيقى ماشي. انت تخلي تنصي الصوت من هون، تطلع صوتك مع الفيديو. مثلا انت تريد يعني تخلي مثلا الصوت بنصف الفيديو او اي مقطع من الفيديو، تحدد بالماوس هون وتسحب هذه الجهة. مثلا نريد نحذف نخلي نغير الصوت من هذه الجهة لهون ماشي. نحدد هذا المكان ماشي، وبعدين نسحبه. فقط الصوت يطلع من هون لهون ماشي، يعني فقط الصوت يطلع، الصوت الموسيقى. انت يعني حذفت الصوت الموسيقى من هون، من او اغنية او اي صوت اخر، انه بس تطلع صوت الموسيقى. ولكن اذا انت تخلي اي صوت اخر، مثلا تريد تدخل على الفلتر هون ماشي، او تخلي بحث للصوت او عنوان مقطع صوتي ماشي، او تخلي مثلا نوع اخر انت اللي بدك، مثلا اي شيء. هذا كله متوفرة. بعد ما كملت وحددت المكان الصوت اللي تطلع صوتك مع صوت الموسيقى، او مسجل صوت الموسيقى اخر وانت تخلي هذا الموسيقى اضافي عليها،
فقط تضغط على حفظ بعد ما كملت، تضغط على حفظ يعطيك قد يستغرق التطبيق التغيرات التي يجري بضع ساعات. انت قم بحفظ. ماشي. اول ما قم نشوف هذا قيد المعالجة، جاري معالجة للفيديو، يرجى محاولة مجددة في وقت لاحق يعني لحد ما يعالجها. مثلا تنتظر شيء يوم، نصف يوم، او مثلا تنتظر ساعة، ساعتين، ثلاثة، حسب المعالج. يعني يعالج لك الفيديو وانت ماشي على الصحيح، والفيديو يكون فيديو تبعك وتنزل عليها والمشاهدات كلها ترجع لك ويكون مشاهدات لك بعد ما كملت هذه الإجراءات على صوت الفيديو. لأن كثير من الفيديوهات من سناب شات أو من الانستغرام أو من فيسبوك أو من أي مثلا تواصل آخر أنت جايبه راح فيها حقوق تبع والنشر 100%. أنت حاول بأنه تغير بالصوت ويكون الفيديو تبع لإلك. وبعد ما كملت تقدر تبعد الفيديو أو تطلع على قناة أو تطلع على فيديو آخر تصلحه حسب ما تريد يعني. وهذا الفيديو اليوم، وأرجو أن لا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. وهذا الفيديو جدا مهم، حاولوا أن تطبقوا على فيديوهاتكم. وشكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.